انسي انك تعملي بوتوكس طول عمرك ولا فيلر. عندك خدودك داخله كده لجوه زي ما بيقولوا، او وشك شاحب، ايديكي فيها العروق باينه، عايزه اقولك هيملى الخدود. وكمان لو في خطوط في بشرتك بيشد التجاعيد الكبيره بقى، انه بيفتح اي بقعه غامقه، بيزيل كمان يا بنات النمش والبقع والكلف. اي بقع موجوده عندك في بشرتك بفضل الله انسيها. بيفتح البشره جدا، بيزيل اي تسبغات من بشرتك. عايزه اقولك مفيده بشكل غير طبيعي. كل اللي جربها بفضل الله رجع تاني وشكرني عليها، وقال لي ان انا مستحيل افكر في البوتوكس ولا الفيلر تاني ولا الشكشكه والكلام ده كله. حاجه على قد ايدينا ومن البيت، مش هكلفكم اي حاجه. كل اللي بطلبه منكم انكم تجربوها حتى ولو مره واحده بس. الناس اللي دايما تشتكي ان عروقها باينه وعندها غمقان وابتدى نمش يظهر كده في بشرتها وبقع غامقه وكلف الحمل والكلام ده كله، هي دي علاجها. هي دي اللي بتستخدم في اكبر مراكز التجميل بدون مبالغه. بالله عليكم لايك وشير للفيديو عشان يترفعوا اكتر عدد يشوفوا. وهنبدا باول مكون وهو الخميره، خميره الخبز. ايوه بصي ما تسمعيش كلام اي حد، انت جربي الوصفه. الخميره دي احنا بنستخدمها من سنين السنين، وفضل الله حلوه جدا وممتازه للبشره وللخدود اللي بتبقى كده دخلت كده لجوه عند البنات، او بمعنى اصح وشهم شاحب ونفسهم بشرتهم تملى تاني. هي ما شاء الله بتخلي الوش كده مقلبز، وكمان الايدين. خلاص هفتح الكيس وناخد منه معلقه اهو. هناخد بسم الله معلقه كده من الخميره، تمام، معلقه واحده. وهبدا احط عليها، عندي هنا ميه ورد، احط مثلا معلقه او اتنين، انا لسه هحط مكونات تاني، فانا عايزه يبقى ايه معايا الموضوع ايه يعني مش ماسك قوي. لو احتجت برضو ميه تانية هاخد. الفكره هنا ان انا بقلب كل مكون واتاكد انه داب قبل ما احط اللي بعده، عشان خاطر ان شاء الله النتيجه تكون كويسه. هنا لازم اتاكد بالاخص ان الخميره دابت كويس. بصوا هتبقى شبه الكريم دلوقتي، او هتبقى حاجه واحده اهي. خلاص كده شايفه النتيجه، بصي عامله ازاي. دي بقى رهيبه 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 في شد كمان ترهلات البشره. قلبتي كويس، تعالوا بقى نحط المكون اللي بعد كده، وهو معلقه من النشا او الكورن فلاور. النشا بقى يا بنات دي اساسي للتجاعيد ولتفتيح البشره ولشد ترهلات البشره. كل مكون هنا بيشتغل على حاجه. حطيتي نشا، قلبي بقى كويس، ما تروحيش تحطي المكونات على بعض تكتل وبعدين ترجعي تقولي ما عرفتش احطها على بشرتي، لا مش عارفه عملت ايه، النتيجه كانت نص نص. لا ان شاء الله نتيجتها مضمونه. بصي وبتدي كمان نتيجه روعه. ترجعي تاني تشكريني في الكومنتات. شايفه عامله ازاي؟ بصي النتيجه. انا عايزاكي طول ما انت ماشيه كده توصلي للخطوه، كل خطوه انا بوصل لها ان شاء الله توصلي لها. طيب نحط بقى ايه دلوقتي اللي هيساعد مع الموضوع ده في نفخ الخدود، بيملأ كمان الخطوط وبيفتح جدا جدا يا بنات البشره، وكمان حلو للايدين. الناس اللي عندها عروق في ايديها هو والخميره طبعا، وكمان عندهم كده ايديهم رفيعه. هحط كده يا حبايبي معلقه مش مليانه قوي من الحليب المجفف اهو. الحليب المجفف بصوا انا بقول لكم الاسم بالظبط. شايفين ما شاء الله بقى معايا شبه الكريم ازاي. قلبي برضو، دخلي كده المكون كويس، تمام ان شاء الله. بصي يعني مفيش اصلا للخميره، انت متعرفيش انت حاطه ايه اصلا على بعضه. هو ده اللي انا عايزاه بالظبط اهو. قلبنا كويس. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط مكون برضو مهم جدا جدا. ده بقى هيشتغل لايه؟ كل مكون هنا بيشتغل لحاجه، كلهم مع بعض سبحان الله بقى بيدوا نتيجه في الاخر بجد روعه. المكون اللي هنحطه ده حلو جدا لتسبغات البشره والكلف البشره وكمان النمش الموجود في البشره اهو حبايبي. هو ربع معلقه صغيره من الكركم، كركم الجسم. طيب مش عندي وعندي كركم الاكل مفيش مشكله، هتحطي برضو منه وهقولك هتعملي ايه لو عمل معاكي لون ولا حاجه. بس هي الفكره ان هو بيدي نفس النتيجه، تمام. ده بقى زي ما قلت لكم ده اساسا بيعملوا منه كريمات لكلف وتسبغات البشره والنمش، فاهمين قصدي. فانا هحط منه ربع معلقه صغيره خالص
وبرضو هنقلب. خلاص كده. اهم حاجة تقلبي كويس. نيجي بقى للبطل اللي معانا النهاردة واخر مكون في الوصفة طبعا، وهو كريم نيفيا. وده بالنسبة لي احسن نوع انا جربته في الوصفات عموما. بيبقى يعني هو مش كل الوصفات، بس في الوصفة دي بالاخص انا جربته بالكريم ده. وكريم تاني لا، الكريم ده بصراحة النتيجة افضل بكتير. ولو مش عندك يعني تقدري تحطي اي كريم، مفيش مشكلة. خلاص، بس انا بديكي زي ما بيقولوا كده الوصفة كما يجب ان تكون. هجيب بس معلقة، هاخد منه حوالي نص اهي، نص معلقة. تمام، دي كفاية قوي. نص معلقة من كريم نيفيا. شايفين بقى شوية المية اللي انا حطيتهم في الاول، ما احتاجتش ان انا احط تاني. لو حاسة ان انتي احتاجتي مفيش مشكلة. الاهم بقى ان انا ادخل حلو قوي الكريم في الوصفة، يبقوا حاجة واحدة عشان ما يبقاش حتة يعني اتظبطت معايا وحتة لا، بما ان يعني ما دهنتوش كويس او ما ضربتوش كويس. بصي اهو كده بتضغطي عليها وتعملي دي كده. بقى الوصفة معايا خلصت اهي. وصفة سهلة جدا، بس نتيجتها بفضل الله فوق 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 الروعة. ما تتكلميش بعد كده تقولي عندي تسبغات، عندي كلف، عندي نمش، عندي يعني اقولك ايه الخدود، مش عارفة بشرتي شحبة، مفيش الكلام ده. هتيجي بقى طبعا على البشرة اهي وتحطي كده. تمام. طيب حبايبي اللي هيحطوا، قبل ما انسى المعلومة دي، ما عندهمش غير كركم الاكل وحطوا، وبعد ما حطوا جم يمسحوا كده لقوا اللون ايه مصفر شويه، مفيش مشكله. هتجيبي قطنه فيها زيت زيتون او فيها حليب وتمسحي بعد ما تغسلي بشرتك. ما عندناش اي مشكله خالص، جربنا ده وجربنا ده وعارفين الحمد لله بفضل الله نتعامل ازاي، فما تقلقيش. المهم انت هتسيبيها بالشكل ده بقى ايه على بشرتك. طبعا بنصح اي حد يجرب اي وصفه لازم يجربها على جزء بسيط جنب الودن كده، عشان دي فيها خميره، ممكن يبقى عندك حساسيه من اي مكون اتحط في الوصفه دي. فانت جنب ودنك كده، جنب الخد كده لجوه شويه حته صغيره، جربي الوصفه وسيبيها مثلا 5 أو 7 دقايق. لو ما لقيتيش احمرار، مش حاسه انك عايزه تهرشي، كملي على بشرتك كلها. لقيتي احمرار، لقيتي هرش مش طايحه على بشرتك، تغسلي بشرتك وترطبي الحته وتكتبي لي ان هي مش مناسبه ليكي وانزل لك عينيا وصفه غيرها. خلاص، خديها قاعده، اي وصفه تجربيها لاول مره لازم تجربيها على جزء بسيط من بشرتك. تمام. معلش اعذروني، بس انا ايه عايزه اعرفكم كل حاجه بالظبط. هتسيبيها بالشكل ده من 20 دقيقه ل 30 دقيقه. بعد كده تبداي تفركيها، تلاقي الجلد الوبري نازل، هتلاقي كل مشاكل بشرتك بفضل الله اتحلت من اول استخدام. هتلاحظي نتيجه حلوه جدا. هتحطيها، وبعد ما تغسليها تقدري ترطبي